هذا البودكاست برعاية الأستاذ الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة بالتعاون مع كلية الطب البشري وكلية الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة. ايه النصيحة اللي حضرتك تقدري تقدميها لهم بحيث ان هم يبدأوا؟ هل يبدأوا من الجامعة ولا زي حضرتك لا يخلصوا الجامعة الأول ويهتموا بالجامعة وبعد كده يشوفوا موضوع السفر ويشوفوا حياتهم؟ وهل لو من الجامعة بدري كان حضرتك ممكن تقدري ان انت تعملي حاجات اكتر؟ طبعا definitely اعتقد لو انا كان عندي الاكسبوجر ده او الواي اوف ثينكينج ده وانا في الايرلي اون في بدايه الجامعه، اكيد كان ممكن احقق حاجات اكتر يعني. تمام. لكن الميزه دلوقتي ان الجيل بتاعكم you have no excuse. تمام. Yes. you only need to do the job, to do the work. okay, that's it. تعمل proper planning، تعمل لنفسك time plan كويس وتقدر تاخد الخطوات، لان الريسورسز بقت huge، سواء حاجات اماكن تروحها to consult الاكسبرتس، دكاتره معاكم عندهم previous international exposure واكسبيرينس تقدر تروح لهم. لسه هاجي ده انا بجيب لك الليست ادفانس، ببتدي من الليست للعالي يعني. تمام. عندك الانترنت، عندك اليوتيوب، عندك ويب سايتس، عندك الاي اي، عندك حاجات كتيره جدا. فانت you only need to do the work. انا نصيحتي ان انا دايما حتى الطلبه لما بييجوا يسالوني، انا كنت اول محاضره لما كنت بدرس ال 171 كنت بعمل حاجه لطيفه جدا فيها، ما كنتش بركز قوي. انا ما يعني كده كده المنهج بيخلص، بس في حاجات بتفضل بتتحفر في الميموري بتاعه الطلبه، اللي هو الانترست في التوبيك في الدومين ده اوف ساينس، عشان تقدر ان انت تضمن ان هم معاك لحد ما تخلص الكورس. والجزء ان انت بتحاول تعمل له awareness او تنور له لمبه صغيره جدا عن التخصص ده وايه الكارير باث والكارير بوتنشالز بتاعته. ليه؟ علشان لو اختاروا او ما اختاروش يبقى هو متوافق مع اختياراته، ما يرجعش تاني يقول ده انا ما جربتش، ده انا ما سمعتش، ده انا ما عرفتش، ما حدش قال لي، فعشان كده اخترت. لان زي ما قلت لك في اول الانترفيو your experiences shape our experiences shape our choices at the end of the day. فكنت ببتدي معاهم ان انا بديهم بعرفهم الكارير باث بتاعه المايكروبيولوجيستس عموما بيعملوا ايه، what do they do. Yes. تمام. ايه الكارير فينيوز او الباث بتاعتهم. وكنت برجع في الريفرنس بتاعي للامريكان سوسايتي اوف مايكروبيولوجي. تمام. وكنت بفرجهم على very interesting videos علشان يقدروا يعرفوا ده وازاي. I saw that. والله طيب حلو جدا. فنصيحتي ان انت لازم تخبط كتير جدا early on. لما تخبط وانت عندك 17 سنة 18 سنة 19 احسن لما تخبط وانت عندك 25 26 سنة. it's different. تمام. كله بيوصل وفي الاخر محدش يستحسن تركز مع نفسك، ما تبصش على الكارير باث بتاع حد من زمايلك، لان كل واحد عنده ظروفه وعنده الباك جراوندز بتاعته. تمام. وعنده الاهداف بتاعته ممكن تكون مختلفة، لكن خبط كتير بمعنى ايه؟ ان انت you have to expose yourself، او this is my advice, you don't have to if you don't feel like doing it. لكن it's better ان انت to expose yourself ل different specialties و different career path. بمعنى ايه؟ والله انا ممكن قدامي من بدري early on ان انا اعمل shadowing لدكاترة كويسين في تخصصات مختلفة، النساء، الجراحة، ان شاء الله حتى تقف assistant في العيادة، تروح تحضر تشوف عمليات، تبتدي تحضر online sessions and also sessions بتتعمل live في مصر، بتسمع التجارب والكارير experiences بتاع تخصصات مختلفة. على فكرة البرنامج بتاعكو ده أحد أهدافه ده اللي أنا بقوله، إن هو بيوفر عليك الطريق شوية، إنك بتسمع من دكاترة كتير عندهم different experiences different backgrounds، تقدر إن أنت تتعلم من تجاربهم علشان تتفادى مثلا الأخطاء. كل واحد ليه أخطائه، بس it's not good يعني الواحد يكرر نفس الأخطاء لو لقى حد يساعده أو يقول له لا يأثر عليه المسافة. you need to shadow، لأن doing is something different than listening. برضو ممكن تخصص تبقى أنت بتحبه جدا وقت الكلية، تيجي تشوف البراكتس بتاعه بعد ما تتخرج ما يعجبكش،
فعشان كده you need to shadow. ممكن تروح للدكاترة تستأذنهم ان انت تساعده في اي حاجة، تروح تحضر معاه في العيادة، تساعده كأسيستنت، فولنتير، تروح مستشفيات مختلفة، different categories بتاعت المستشفيات، مستشفيات الحكومية، التأمين الصحي، المستشفيات الجامعية with permission طبعا. انت تحاول to find an access او من النتورك بتاعك، تبتدي تسأل على الدكاترة المتخصصين عن البراكتس بتاع التخصص ده في مصر شكله ايه، طيب في امريكا شكله ايه، طب في انجلترا شكله ايه. عشان ده بيفرق جدا. طبعا لو جه يسافر ولقى ان التخصص بتاعه ده مش لاقيه في الحته دي، يعني ايوه في البلد دي. ايوه بالظبط. دي بوينت مهمه جدا. دي نقطه مهمه. ده اولا هيخليك تتاكد ان اللي انت بتحبه ده بتحبه فعلا، لان برضو انا ممكن احب حاجه لكن وقت البراكتس بتاعها انا ما حبيتهاش، حبيتها اكاديميك بس ما حبيتهاش كلينيك. بالظبط كده، ما حبيتهاش وقت البراكتس، سواء كان حاجه لاب بيزد او حاجه اكاديميك او حاجه مثلا كلينيكال في تخصص معين. انا شفت ده مع ناس كتير، وبسببه في ناس عملت كارير شيفت. ما فيش مشكله، مع احترامي لجميع الديسيجنز، لان في الاخر دي لايف شيبينج ديسيجنز يعني، فكل واحد حقه ان هو يغير مثلا يعمل الكارير شيفت. لكن الفكره في ايه؟ لازم الواحد يجرب، يقرا كتير عن التخصص ده، يسال اكسبرتس، ناس شاطره في التخصص ده، يتكلم معاهم early on، ما يتكسفش، يعرف الكارير براكتس بتاع التخصص شكله ايه في مصر، في بره مصر، في الخليج، في اوروبا، في امريكا، ايه السالاريز بتاعتها، ايه البوتنشالز بتاعت ان التخصص ده يقفل او يفتح. لان في تخصصات بسبب الادفانسز اللي موجوده حاليا في الاي اي اند سو اون ممكن يعمل لها ريبليسمنت او بشكل جزئي على الاقل، او ممكن بالعكس يساعدها انها تتطور. فانا لازم اعرف ايه التخصصات اللي ليها potentials انها تتطور. تحاول ان انت تقرا evidence based research عن التخصصات دي برضو لنفس السبب. تمام. ايه كمان هقول لك، زي ما قلت لك برضو الشادوينج، ان انتوا تنزلوا تريننج early on في المستشفيات تطوعيا او مع الدكاتره كاسيستنت، تيجي المعمل لو انت حابب لاب بيزد سبيشالتي، تقف تشتغل وتعرف ايه الكارير فينيوز بتاعتهم. تمام. يستحسن ان انت تاخد حاجه مثلا، ده برضو من وجهه نظري، اللي هي ممكن تساعدك ان انت تو اكسباند يعني تاخد تخصص تاني. بمعنى ايه؟ في ناس مثلا بتدرس مانجمنت مع الطب، او بتدرس البوينت دي انا كنت عايز اتكلم حضرتك فيها، اللي هي تو هنا موجوده اعتقد اللي هي دول ديجري دول بروجرام او حاجه. في بعض البروجرامز بتبقى فيها فرصه ان انت تاخد فيها في ماينر بزنس ماينر وميجور. ايوه بالظبط، ماينر وميجور دي اللي انا دكتور محمد شناوي الطلبه الخارجين السنه دي اللي هم بتوع ميديسن هياخدوا الدكتور محمد شناوي مديهم سكولارشيب ماينر بزنس على حد معلوماتي. دي حاجه دي حاجه رائعه. ليه؟ لما يبقى عندك two different perspectives تقدر ان انت توظفهم وتعمل حاجه merged بين الاثنين، تطلع outcome even better. yes. AI and مثلا medicine، هتقدر ان انت هيبقى عندك perspective اوسع من لما انت تبقى مركز على حاجه واحده بس. yes. فدي برضو لو ممكن، في ناس ما بتحبش ده، او في ناس بتعمله later on، وانت تقدر تعمله later on. يعني ممكن بعد ما تتخرج تاخد مثلا MBA، تاخد health care management، yes. تاخد تخصص تاني معاه، وممكن تعمله وانت في الجامعة لو قدرت. بس هي it's always good to add a layer اللي هو يقدر يسيرف التخصص بتاعك بشكل أوسع. تمام. فده هقول دي recommendations بتاعتي. برضو الانترناشنال exposure مهم جدا. حتى لو انت قاعد في مصر you should not lose the international exposure. You should always try to receive at least short term training. لو انت مش هتقدر ان انت تقعد هناك بره فترات طويلة، او انت مش حابب تقعد بره فترات طويلة، تقدر ان انت على طول تقدم على trainings في زي observerships او حاجات زي كده rotations. تقدر ان انت تشوف الدنيا ماشية ازاي بره، وبعد كده في تخصصك هتقدر تعمل ده بقى من خلال fellowships او board علشان تقدر تعمل زي معادلة للتخصص بتاعك، بحيث ان انت تقدر ان انت تمارس المهنة حتى بره، تديك فرصة ان انت تمارس المهنة بره، او في مصر تديك برسبكتيف برضو اوسع يعني. يس. انا مبهور بالكلام ده كله.
وحضرتك يعني فتحت لي مجالات وانا قاعد كمان دلوقتي قعدت افكر فيها. يعني حضرتك فاهم المانجمنت الاي اي، يعني ما جاش في بالي ان انا ابقى اي اي وكمان وكنا لما كنا بنتكلم قبل اللقاء ميديا، ويعني ليه ما اخدش ماينر ميديا مثلا او الكلام ده كله مع الميديسين مثلا يعني. فالحاجات دي كلها مهمة جدا لأن العالم بيتطور بشكل غير طبيعي. يعني زمان كان بيتطور كل 10 سنين، على أيام بابا مثلا كان بيتطور كل بالظبط 10 سنين، كان لسه لما المنظار طلع أو ايوه دلوقتي في روبوتك سيرجري بالظبط. دلوقتي كل في يوم ابلكيشنز كتيره بالظبط للاي اي. دلوقتي كل يوم بيطلع حاجة جديدة، فاحنا فعلا لو ما طورناش من نفسنا بنلاقي نفسنا بنداس واللي ورانا بيدوسنا وبيكمل علينا. هي مشكله الجيل بتاعكم، وميبي اتس ان opportunity برضو، ما اقدرش اقارن جيل بجيل يعني، لكن الفكره ان البيس بتاع التطور بقى سريع جدا بشكل غير طبيعي. فانت you have to keep up with this pace. وده بقى عندنا حتى احنا كمان في مصر. بس ف otherwise you will be left behind، ومحدش عايز ده لا لبلده لا لنفسه ولا لبلده بشكل خاص وبشكل عام يعني. هو كان في دراسة كده اتعملت يا دكتور سنة 2023 بتقول إن 60% من الطلبة بيجي لهم عقد نفسية من الميكروبيولوجي. لا أنا ما شفتش أنا الدراسة دي. لازم أتأكد إن الريفرنس excuse me إن الريفرنس فعلا كويس وفالid علشان أنا بهزر طبعا. أيوة أنا بهزر طبعا، ما فيش الكلام ده. أنا مستغربة جدا. 60% ده الدراسة دي أنت اللي عملتها. أنا اللي عاملها. أنت اللي عملتها على حسب مذاكرتي. فتنصحي بإيه الطلبة إن هم إزاي يهندلوا الميكروبيولوجي والإميونولوجي، بما إن حضرتك أنا أصلا كنت أحسب حضرتك الأول الإميونولوجي بس لا هو أنا أصلا كماسترز وبي اتش دي أنا مايكروبيولوجي. أوكي. تمام. إميونولوجي جت منين بقى؟ لا هو إحنا الديسيبلين بتاعنا it's very difficult إن أنت to understand how the microbes operate within the body and inside the cell من غير ما تعرف الاميون سيستم. فهو الدومين على بعضه هو اسمه مايكروبيولوجي اند اميونولوجي في اغلب دول العالم. في ناس بتتخصص في تراكس معينه بعد كده، بس عاده ما بتعملش اكسكلوجن الاذر دومين. يعني انا لو بدرس باثوجين معين وبدرس زي ما انا كنت في امريكا كنت بدرس الهوست باثوجين انتراكشنز في السيل كلتشر اند اولسو ان فيفو في الانيمال مودلز. بالتالي انت ما ينفعش تدرس الفيروس لوحده. لا انت you have to understand الكونتكست اللي موجود فيه، اللي هي ايه السيجنالينج باثويز اللي بتريجوليت الفيرال ريبليكيشن. طب الفيرال فيروس بيعمل ايه المولكيولر التريشنز اللي ممكن يعملها في الخليه، فمن هنا دخلت ويأثر على الفانكشن بتاعتها. فمن هنا فلازم احنا بندرسه على بعضه. هو في مصر بره مصر هو بيدرس على بعض. ما احنا ما حدش فاهم، الطلبه مش فاهمه القصه دي. لا هو عشان هم فاصلين الكورس عندنا في الجامعه لكن هو احنا كنا حتى واحنا في السيستم القديم اللي هو 6+1 كنا بندرسه مايكروبيولوجي اند اميونولوجي. فيو هاف تو ستدي الاميون ريسبونس. البوينت دي سالني فيها طلبه بيقولوا لي ايه علاقه الميكروبيولوجي بالاميونولوجي؟ اسال دكتور رشا عشان احنا اتلخبطنا. يعني دكتور رشا كانت اميونولوجي سنه تانية بقت مايكروبيولوجي، فاحنا مش احنا كونفيوز. بالظبط. فنرجع بقى للدراسه بتاعتي. الدراسه اللي انا عملتها 60% من الطلبه 60%. طب ليه ده النتائج عاده بتاعت الكورسات المايكرو المناعه كانت كويسه، ما كانتش وحشه خالص. خطيرة يعني خطيره بس مش مني والله، من الطلبه يعني. يعني في بعض الطلبه قالوا لي طب انا عايز الهندله بتاعت الماده دي، يعني اهندلها ازاي؟ طيب اول حاجه في لو مثلا انا بحب جدا ان انا to turn اللكتشر او الماتيريال into a story and you have to connect the dot. اوكي you can connect lecture 1 topics فيها بحاجات في lecture 5 بحاجات في lecture 9 and so on. ليه؟ to build a story. it's a puzzle. لو انا تعاملت مع الماتيريال بالشكل ده هعرف اسهل على نفسي جدا المذاكره، اللي هي فكره الكونسبت مابينج. انا كنت يعني انا بحب اشرح مثلا كشخص يعني زي ما انا بذاكر. اوكي. فانا بذاكر بالطريقه دي. انا ممكن اقرا الحاجه بس I have to map الكيوردز. I have to connect specific concepts ببعضها في المنهج كله to draw my own maps اللي كنا بنعملها زمان مانيول. تمام. علشان اقدر ان انا افهم كويس.
حاجة تانية، كل تخصص بيبقى له repetitive themes. اوكي، الثيمز دي بتلاقيها بتتكرر كل محاضرة كل محاضرتين. فالميكروبيولوجي ليه ثيمز معينة بتتكرر، يعني كل باثوجين مثلا لازم تبقى عارف ايه المود اوف ترانسميشن بتاعه، مثلا ايه الباثوجينيسيس بتاعه، ازاي بيقدر يعمل الديزيز، تمام، ايه الفيريولنس فاكتورز بتاعته، ايه السيرفيس ماركرز بتاعته اللي انت هتستخدمها بعد كده في الدايجنوزس، فتربطها بالدايجنوزس اند ديتكشن. في فرشه كده بتتعمل، الفرشه دي بتبقى جنرال، بناخدها بعد كده ونطبقها على السبيسيفيك، تمام، اللي هي الثيمز دي. فدي الميزه في الجنرال مايكروبيولوجي، لو انت فهمته كويس وفهمت الثيمز اللي بتحكم الدومين ده اوف ساينس، هتلاقي نفسك اوتوماتيكالي بتطبق الكي ثيمز دي بعد كده في المايكرو السبيسيفيك مايكروبس في الموديولز بقى. تمام، مش هيبقى عندك الديفيكولتيز دي. تمام، فدي دي احد الطرق المهمه جدا ان انا اذاكر بيها الميكروبيولوجي. المناعه هي بصراحه هي اصعب شويه على الطلبه بسبب انواع السيلز كتيره، والسيل سيل انتر اكشنز الاندرس، فالطلبه بيتلخبطوا. فدي محتاجه برضو ان انا تو تيرن ات انتو ا ستوري، ومحتاجه فيجوالز كتير، يعني محتاجه ان انا اشوف فيديوهات كتير، انيميشنز بمعنى اصح، انيميتد فيديوز، مش بس تو ريلاي على البي دي اف الكلام اللي مكتوب. لا، انا لازم اذاكر برضو بطريقه الكونسبت مابس تو كونكت الدوتس، ما ذاكرش كل محاضره لوحدها. you have to connect الكونسبتس اللي موجوده في المنهج ببعضها، وانا بحاول على قد ما اقدر اعمل ده في محاضراتي، ان انا اربط المحاضرات ببعضها to build a puzzle, a complete puzzle او a story. بلس الفيجوالز بتساعد جدا جدا في المذاكره، وطريقه السمرايزيشن ان انا دايما اماب الكي ووردز واعمل proper note taking. there is an art to note taking، وانا شايفه للاسف ان من مساوئ الجيل بتاعكم بشكل عام، لان انا بقالي هنا في الجامعه بعد ما رجعت من امريكا، انا يعني درست حاجه بسيطه في طنطا، ما درستش قوي يعني في طنطا. بقالي مثلا 5 سنين هنا، ودي الحمد لله السادسه. انا ملاحظه ان اغلب الطلبه ما بتاخدش نوتس. يا جماعه you have to وانا دي حتى قلتها اكتر من مره، لازم تشغل اكتر من special sense. ليه؟ لان you are building stronger and new networks, neural networks في المخ بتاعك، بتساعدك اكتر على الفهم، على الديدكتيف reasoning، بتساعدك على ان انت تعرف ايه الجابس اللي عندك. فاحد اهم السكيلز دي هي الرايتنج، سواء بقى الرايتنج على ايباد او الرايتنج حتى بالطريقه القديمه يعني على ورقه وقلم. تمام، لانك انت بتعرف امتى ان عندك جابس. حاجتين، لما تبتدي ان انت تكتب اللي انت بتسمعه وتشوف تلاقي ايه ده انا مش عارف اكتبها، او بكتبها بطريقه لا مش عارفه هندلها مع نفسي، مش عارفه هندلها، او ان انت تيجي تدرسها. الخطوه الثانيه بقى ان انت تشرحها لحد من زمايلك، فتبتدي تكتشف ان انت عندك جابس في الاندرستاندينج. تمام، فدول اكتر حاجتين، اكتر من الفيجن، ان انا اتفرج على الدكتور، اتفرج على الفيديو، اتفرج على الريكوردنج اللي انتوا كتير بيستسهلوا يسجلوا، وبعد كده يقول لك انا هسمع بعدين بقى وانام في المحاضره او ما اروحش المحاضره خالص. في الحقيقه كل الريكوردز ديت يعني انا بالنسبه لي ما بعرفش خالص اسمع ريكوردز، ولما المحاضره بتفوتني ما بعرفش جدا. تبقى ممله جدا يعني. الكلام اللي حضرتك قلتيه دوت فادني والسمع جدا. السمع برضو لير اضعف يعني اقوى منه الكتابه وكمان التيتشنج، ان انت يو تراي تو كونفي الكونتنت بتاع المحاضره دي بطريقه مبسطه سمرايزد. ايفن حتى تجرب حد متخصص زميلك، وجرب حد غير متخصص، يعني حد معاك في الاسره مش طبيب، وجرب تشرحها له. تمام، هيستوعبها ولا لا؟ كساينس كوميونيكيشن فور نون سبيشاليزد اودينس. فدي هتساعدك جدا ان انت تعرف انت الجابس بتاعتك انت ايه في الفهم، في الاندرستاندينج، فترجع لها تاني. والمابينج للكي ووردز بيساعدكم كمان في الامتحانات، لان it's all about mapping. لما بيجي لك سؤال كيس مثلا في الامتحان you need to map الكي ووردز عشان تقدر تعرف الإجابة. دي مشكلة بلاحظها عند الطلبة، ان هم بيجي مثلا يقف عند كلمة
حبيبي شيل الكلمة دي من السؤال. لو إجابتك اتغيرت اعرف إنها keyword. طب لو شلتها وما إجابتك ما اتغيرتش يبقى دي it's not a keyword. it's a distractor أو حاجة زيادة احنا حاطينها في الكيس. تمام. فمهم جدا إن أنت تعرف to identify الكيورد. وفي كلمات بتبقى محطوطة حتى لو أنت مش فاهم معناها it's not essential to the answer. أنت ممكن تشيلها وتجاوب السؤال وهتبقى إجابتك نفس الإجابة عادي. جدا جدا. بس أنا بشكر حضرتك جدا. طبعا أنا كنت استمتاع غير طبيعي واستفدت من حضرتك، سواء سفر سواء مذاكرة سواء حضرتك رول موديل كده دلوقتي بالنسبة لي، أو حضرتك كده اوريدي رول موديل. بس لما عرفت أكتر الديتيلز زي ما بيقولوا، لا ما شاء الله، يعني رحلة تدرس في الكتب وفي الجامعات المصرية. واخر حاجه هنختم بيها، انا مش هختم خالص. انا طبعا انا بشكر حضراتكم وبشكر دكتور رشا شلبي جدا جدا جدا، لان المواعيد كان فيها مشكله وحاولنا نظبطها والكلام ده كله. انا سعيده جدا والله. انا اكتر حاجه بتساعدني هي النوليدج ترانسفير. دي من الحاجات اللي بتساعدني جدا، ودايما بسعى ليها حتى سواء في الجلاله او بره الجلاله، لان كل انسان بيبقى عنده قصه يحكيها يعني. اوكي. بس ثانكس فور يو. واخر حاجه هنختم بيها زي ما متعودين دايما معانا في البودكاست، الضيف هيبص للكاميرا دي وهيقول الكود بتاعته. الكاميرا دي اهي. اوكي. هتبصي هو انا مش حافظه قوي دلوقتي او كل الابيات، بس انا عندي زي 4 ابيات كده من قصيده للامام الشافعي عن العلم، ومش جايباها خالص علشان البودكاست، بس هي فعلا هي مطبوعة عندي على ورقة بسيطة خالص. أنا كنت حطاها عندي في غرفتي يعني من أكتر من 15 سنة، ولما بروح أي مكان في الشغل باخدها معايا، بحطها بعلقها. هي مهمة جدا عن أهمية العلم وبالذات في الأيرلي ستيج. يمكن ما اتفقش مع 100%، لأن أنا شايفة أن دايما في روم للتعلم حتى لو الواحد كبر، بس مهم جدا أن الواحد يتعلم صح وهو في سن أصغر. ليه؟ لأن هيبقى عنده روم أنه يأد لايرز على العلم ده لما يكبر. تمام؟ أو يستخدمه بشكل صح. فأنا هقرأ الأبيات دي لأن أنا مش معايا حاليا الورقة. اوكي. فهقراها من هنا، اللي هي بتقول اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته. يعني إيه؟ يعني حاول تصبر حتى لو المنتور بتاعك صعب. لازم تصبر، لأن في النهاية هو ده اللي هيعمل شيبينج للمايند سيت بتاعك، وانت هتتعلم منه. كل واحد لازم يبقى له منتور. دي على فكرة كويس ان انا قلتها. دي احد الحاجات المهمة جدا جدا، ان انت try to have a mentor, a good mentor, career mentor. في very many different types of mentors. لكن لو انت مهم عندك الكارير you should have a good career mentor. علشان بعد كده في اختياراتك او في الديسيجنز بتاعتك حبيت to consult somebody، تبقى عندك حد. كلنا بنحتاجه، مش بس على فكرة الإيرلي كارير، even الميد كارير زي حالاتي فبيحتاج ده. فمهم جدا ان انت يبقى عندك منتور في حياتك. تمام؟ طيب ايه كمان؟ من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. يعني العلم حاجة صعبة عشان شديدة ولازم ندخل لها ببطء، لكن اللي مش هيدوق المر ده هيفضل طول عمره ايه؟ مريض. جاهل ناقصه حاجة، عنده مشكلة. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. يعني هو ده رأي الإمام الشافعي. أنا شايفة في الحتة دي رغم إن أنا بحب الأبيات دي، لأن في فرصة دايما للتعلم حتى لو كبار خالص في السن، لكن برضو التعليم في الشباب مهم جدا. فأنتوا you need to take الجوب اللي ربنا أهدها لك وانت صغير ده في سن، وتتعامل معاها بشكل سيريس. ما تضيعش وقتك، لأن وقتك ده عمرك، والعلم مهم جدا في أي مجال مش بس في الطب. فحاول ان انت تتزود منه على قد ما تقدر، لأن ده هيوفر عليك وقت بعد كده كتير. ان انت ترجع to regain أو build this knowledge from scratch it's difficult، لأن بيبقى عندك commitments أكتر. كل ما تكبر كل ما الcommitments بتاعتك هتزيد. تمام؟ وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. يعني الإنسان
ملوش اعتبار غير بحاجتين: العلم والتقوى. التقوى اللي بتحكم التصرفات بتاعته مع الناس، مع ربنا، مع being a good citizen in this world، يقدر to give back، plus العلم. دول الحاجتين الأساسيين اللي تقدر ان انت يعمل البني آدم قيمة. فأنا بحب جدا الأربع أبيات دول للإمام الشافعي، ومعلقاهم في مكتبي، يعني اللي بيدخل مكتبي هيلاقيهم موجودين على البين بورد، ومعايا من رحلتي، من حتى أنا فاكرة من أيام ما اتخرجت، يعني على طول الورقة دي قدامي أنا حطها عندي في الأوضة، لأن أنا بصراحة أنا من الناس اللي بتحب العلم. وذكر فإن الذكرى بس تنفع المؤمنين، أيوه يعني دايما بالظبط. على طول يبقى تذكير. شكرا جدا يا دكتور.